السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة. زي ما حضراتكم شايفين فيديو النهاردة عن الكوارع. جوزي جاب لي 2 من الكوارع زي ما حضراتكم شايفين سليمة زي ما هي لسه جاية من عند الجزار. هتعامل معاها ازاي؟ هنضفها ازاي؟ وهعمل عليها اكل ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجة قطعت بالسكينة، لقيتها صعبة جدا معايا وتاخد مني مجهود وهتوجع ايدي. رحت على طول مسترفة ومطلعة الساطور بتاعي من شنطة الجهاز. زي ما حضراتكم شايفين قطع معايا بمنتهى السهولة والبساطة. قطعتها كده، هو كان يدوب الجزار فتحها كده من النص شوية. رحت انا مكملة على التقطيعة بتاعتها. زي ما حضراتكم شايفين كده الاجزاء بتاعتها. اشيل بقى على جنب، اشطفها شطفة حلوة الاول طبعا. شطفة بالمية عادية جدا. هي طبعا المفروض بتيجي متنضفة. يعني بيكون الجزار سالخها ومقطعها، بس هو كان الحقيقة المرة دي جايبها زي ما هي سليمة، فما فيش مشكلة. اتصرفت على طول، رحت شطفها زي ما حضراتكم شايفين، وبعدين حطيت شوية من الدقيق وهحط كمان شوية من الملح. اهو الملح. الدقيق والملح بيضيعوا ريحة اي زفارة او اي ريحة مش مستحبة. في الفراخ وفي الكوارع، في السمك، في حاجات كتيرة بصراحة، في التنظيفات بينفعنا جدا. ابتدي بقى كده، طبعا غطيتهم شويه بالميه، بغطس في الميه وببتدي ادعك بايدي كده. هو الحمد لله زي ما بقول لحضراتكم مسترخه، فما فيش اي حاجه، يا بيضه وزي الفل. يا دوب انا بغسلها بس. بتاكد بقى ان كل الاجزاء بتاعه الكوارع جت كده في الدقيق وفي الملح اتشطفت حلو. تمام. حلو قوي. شايفين؟ اهي. حطيتها بقى خلاص كده في الميه وفي الدقيق وفي الملح، سبتها بتاع 10 دقايق كده، وبعدين رجعت لها تاني، رحت مصفيه على طول الميه دي بقى خلاص. وابتدي اشطفها كويس جدا من اي دقيق وملح فيها. هي ناعمه وبتبقى سهله جدا في تنظيفها، ما بتاخدش وقت كتير. اللي بياخد وقت في تنظيفها وبيبقى صعب هو عمليه السلخ، اللي هي الناس اللي بتجيبها زي ما هي من المذبح او من عند الجزار. دي بتبقى صعبه شويه. طيب غسلتها كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين، حطيتها في ميه، الميه زي ما انتم شايفين كده، نظيفه وصافيه وزي الفل. حطيت بقى شويه من الخل، ودي خطوه اخيره عشان تضيع لي اي ريحه غير مستحبه. هنقعها فيها بقى واسيبها كده 15 دقيقه، وبعدين ارجع على طول مع حضراتكم نشطفها. خلاص كده عدت 15 دقيقه عليها. اشطفها بقى. شايفين الميه اللي نازله عامله ازاي؟ بوريها لكم. صافيه خالص، مفيش اي شوائب ولا اي حاجه مش نظيفه. اشطفها شطفه كمان. حلو جدا. وبكده بتكون الكوارع بتاعتي جاهزة على طول على التسوية. انا ما سويتهاش الحقيقة في نفس اليوم، فحتى هتلاقوني وانا بسويها دلوقتي ان هي فروزن او مجمدة. حطيت مية على النار بتغلي، وابتديت اسقط الكوارع بتاعتي بالشكل ده. وزي ما حضراتكم شايفين مش حاطة اي منكهات خالص في المية. ليه؟ عشان دي خطوة مهمة جدا. انا هسيب الكوارع بتاعتي تغلي في المية دي لمدة ما تقلش عن 20 دقيقة او تلت ساعة، علشان اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده. شايفين كل الريم اللي طلع فوق ده؟ دي زفارة الكوارع، أو في الدول العربية بيسموها زنخة. كل الريح الغير مستحبة في الكوارع اللي بتخلي ناس كتير ما بياكلهاش طلعت على الوش وفي المية دي. باخد الكوارع بتاعتي بحطها في مصفى، وبتخلص على طول من المية ديت. بدلقها في الحوض وبغسل الحلة وبغسل الكوارع، وبحط مية نظيفة تاني زي ما حضراتكم شايفين بتغلي على النار. بجيب بقى بصلاية حلوة كده، وبجيب القرنفل. في الدول العربية برضو بيسموه المسمار، الناس اللي بتسألني عن بعض المرادفات بتاعتنا المصرية اللي مش معروفة. القرنفل اهو يا جماعة كفيل انه بيضيع اي ريحة مش حلوة، وبيديكي احلى ريحة للشوربة بتاعتك. حطيته كده في البصلاية ليه؟ عشان لما اجي اطلع الشوربة يبقى سهل عليا، ما يطلعش معايا في الشوربة ويغلي. حطيت كمان ورق لورا، حطيت فلفل اسود، حبهان باودر. والسر بتاعي في تسوية الكوارع في أسرع وقت قياسي نوى التمر أو نوى البلح زي ما حضراتكم شايفينه كده. ماسكاه في إيدي أهو. صدقوني جربوه مش هتخسروا. كنت سويت مع حضراتكم قبل كده في تسوية اللحمة. شفتوا قد إيه وسوى اللحمة وخلاها مهرية، وبرضه هيعمل لي كده إن شاء الله في الكوارع. حطيت بقى كل الكوارع بتاعتي وسقطتها بالشكل ده. اغطي عليها طبعا وهوطي النار. في الوقت ده هجهز مع بعض العيش بتاع الفتة. قطعت عيش بالشكل ده، حطيت عليه قطعة بسيطة جدا من الزبدة، ودخلته على طول على الفرن. هو بيتقلب مع نفسه، الزبدة بتسيح وبتخلي لي العيش زي الفل. نعمل بقى مع بعض صلصة الفتة. جبت معلقة كبيرة كده حلوة من الزبدة، معلقة كبيرة من الثوم، والثوم ده فروزن عشان كده هتلاقوه ماسك شوية. هسيبه كده بقى يسيح في الزبدة ويتحمر لغاية ما يديني لون ذهبي حلو.
مش لون غامق طبعا علشان ما يمررش. حلو جدا. شايفين التومة هتبتدي تشتغل اهو. في الوقت ده على طول نعمل مع بعض الرز، نحط كل حاجة على النار عشان الموضوع يبقى سهل وبسيط معانا، ما ياخدش معانا وقت كتير وقفة اكتر. حطيت شوية من الرز، وعندي رز ابيض، رز المصري يعني، المغسول والمصطفي من ميته زي ما حضراتكم شايفين. ما استنيتش الرز يسخن تماما عكس ما بنعمل رز بشعرية. طب ليه؟ علشان الرز ده عاملاه ابيض، فمش عايزة لونه يغمق، عايزاه يفضل بلونه الابيض الجميل ده بعد السوا، وهتشوفوا الكلام ده كمان شوية. ببهر بقى بشوية من الملح، نقلب كده الرز في المادة الدهنية مع الملح. في الوقت ده كانت الكوارع خلاص شبه استوت او قربت تستوي تماما. التومة كمان شغالة اهي وزي الفل، وقربت تدخل على اللون الذهبي الحلو. النقط الحمراء اللي حضراتكم شايفينها ده او دي كانت فلفل كان على التوم، انا فرماه معاه وحطاه في الفريزر. الرز بتاعي كمان سخن والدنيا تمام اهو، حلو قوي. هنزل بقى بيه على بالميه على الرز على طول. عليت النار زي ما حضراتكم شايفين علشان يغلي حلو، ولو لما يجي يتشرب يا دوب هوطي النار شويه، خليها كده زي الشمعة عشان الرز يستوي كويس وما يتحرقش معايا من القاع من واحد. بقلب كويس وبنزل كل اللي في الجوانب، طريقة الرز التقليدية العادية جدا اللي كلكم عارفينها. التومة بتاعتي خلاص خدت لون حلو قوي، مش هغمقها عن كده علشان ما تمررش معايا. هنزل على التومة دي بايه؟ بمعلقة صلصة طماطم. بس الاول احط الخل، اعمل الطشة، احط الخل بتاعي واسيب الخل مع التوم. انا بحب اعمل الحركة دي يغلي غلوة واحدة، طلع بقى ريحة ملهاش حل. وادي صلصة الطماطم اللي بقول لحضراتكم عليها، هي برضو فروزن عشان كده تلاقوها ماسكة شوية. بسيبها برضو تاخد غلوة كده مع التوم علشان تستوي كويس. هنا في الوقت ده الرز ابتدى يغلي وابتدي يتشرب، قلبته كويس جدا. اغطي بقى الحلة واوطي النار واسيبه يتشرب على مهله. نرجع للصلصة. خلاص الصلصة بتاعتي فكت وخدت غلوة مع التوم. الصلصة زي ما اتفقنا يا جماعة فيها مادة حافظة، فلازم تستوي كويس الأول قبل ما تحطي بقية المكونات. نزلت هنا بعصير الطماطم، نبهر بقى بالملح وبالفلفل الأسود، ولا أكتر من كده. في ناس بتحب تحط مع الطشة الأولى دي اللي هي التوم والخل معلقة كزبرة، أنا ما جربتش. أنا هنا حطيت كمان يا جماعة رشة بسيطة جدا من السكر علشان تعادل حموضة الطماطم زي ما دايما بنقول. نقلب كده وننزل في الجوانب ونسيبها بقى تاخد غلوتها براحتها. في الوقت ده الكوارع بتاعتي كانت استوت، شايفين عاملة ازاي؟ طريت خالص. بصوا بضغط لكم عليها اهي، طبعا هي سخنة جدا مش قادرة امسكها بايدي، بس بصوا لما بضغط عليها بيحصل ايه. واخليها لكم كمان شوية تشوفوا معايا قد ايه هي طرية طرية، مفيش بعد كده. ما خدتش وقت كتير يا جماعة معايا خالص زي ما بتاخد في الوقت العادي. ده فعلا نوى البلح اللي حطيناه، بخلاف الريحة الحلوة جدا لشوية التوابل البسيطة اللي حطيناها، لان احنا اتخلصنا من الزفارة في المية الاولى اللي احنا اتخلصنا منها في البداية خالص. شايفين كل الاجزاء اهي، بحاول اقطع لكم كده قطع علشان تشوفوا قد ايه هي طرية. هبهر بقى بالملح، طبعا مش هحط حاجة تانية لان انا حاطة كل حاجة في البداية. الملح دي اخر خطوة يا جماعة علشان الملح من الحاجات اللي بتبطئ السوا. خلاص هنا الصلصة بتاعتي اتسبكت زي ما حضراتكم شايفين، بصوا القاع بتاعها مفيهوش سوائل كتير. انزل بقى عليها بشوية كده من شوربة الكوارع الدسمة الحلوة دي عشان تديني فليفر وطعم حلو من الكوارع. اقلب كده واشوف القوام بتاعها، انا مش عايزاها خفيفة قوي ولا تقيلة قوي، القوام المعتدل للصلصة. احط شوية كمان كده من الشوربة. تمام. الريحة بقى مش قادرة اوصف لكم، طشة التوم دي حكاية. اغطيها بقى هي كده خلاص واطفي عليها. في الوقت ده الرز بتاعي كان استوى. الصلصة طبعا انا في الاول ما كنتش مغطيها، فترتش شوية صلصة على حلة الرز دي. مش الحلة مش نظيفة، الحلة بتاعتي نظيفة وزي الفل، بس دي من الصلصة. هنا الرز بتاعي استوى زي ما حضراتكم شايفينه ومفلفل وعامل ازاي. يلا بينا بقى نطبق طبق الفتة الحلو الجميل ده. العيش كمان طلع ريحته حلوة قوي من الزبدة ومقرمش جدا وخفيف. لو شفتوا حتى في الاول هتلاقوني حاطة الزبدة قطع صغيرة جدا، ما حطيتش كتير. في ناس بتحب تحمره في الزيت، بس بصراحة انا بحسه دسم قوي. حطيت العيش واخد شوية من شوربة الكوارع. وانا يا جماعة هنا بحب العيش بتاعي يبقى فيه نسبة قرمشة شوية، مش عايزة العيش يبقى معجن. يبقى من الاول كنت حطيته بقى طري وما كنتش نشفته، ما بحبش خالص معجن، بحس انه طعمه مش حلو. يدوب بس بصوا سقسقة بسيطة جدا من الشوربة ومن الصلصة، يدوب
ان انا اتاكد بس ان العيش اتبل شويه، ما يبقاش يابس كده تحت ضرس كده وانا باكله، بس في نفس الوقت فيه قرمشه لطيفه. ناخد بقى شويه من الرز المفلفل الجميل ده. شايفين الرز ابيض ازاي يا جماعه؟ بصوا عامل ازاي زي اللمبه ما شاء الله، ما تغيرش لونه ولا اي شيء. احط بقى فوق كده، بس طبعا اراعي ان اخلي العيش بتاعي باين اجزاء منه عشان ده بيدي شكل حلو قوي. تمام. نطلع بقى الكوارع الجميله دي، المهريه دي الجميله. بصوا عامله ازاي يا جماعه، ولا ريحتها صدقوني، ريحتها تجنن، ما فيهاش ريحه غير مستحبه خالص. انا بحب بقى اخلي شويه منها كده علشان احطها فوق الطبق الفته. بصوا طريه ازاي، بصوا بتطلع من العظمه عامله ازاي، طبعا سخنه جدا على ايدي بس بحاول. بصوا يا جماعه منتهى الطراوه، مفيش بعد كده. هي الكوارع لازم تبقى كده، ما تبقاش ابدا بتقرش ولا فيها سنه ناشفه، لازم تبقى طريه ومهريه كده وبتدوب بالشكل ده. بصوا بخليها لكم ازاي، يا دوب بس بشدها من العظمه بتطلع معايا. بقطع بقى كل الكوارع بتاعتي دي بمكعبات كده صغيره على قد المعلقه، اللي ياكل الفته ياكل معاها قطعه الكوارع على قد المعلقه. بصوا عامله ازاي ما شاء الله. مش هخلي كل الكميه طبعا، انا هخلي شويه سليمه كده اللي حابب ياكلها بس. بحط شويه كده فوق الطبق الفته. ادي الطبق الفته الجميل بتاعي اللي ريحته تجنن وقلب الدنيا. احط بقى قطع الكوارع. بصوا عامله ازاي يا جماعه، شكلها يفتح النفس. جيب كمان شويه من الصلصه. بصوا الصلصه قد ايه حمرا، قوامها مظبوط جدا جدا، حلوه قوي، تحفه. طبق بجد يفتح النفس، مفيش كلام. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجب حضراتكم. لو عجبكم اضغطوا لايك واعملوا شير وسبسكرايب. كنت معاكم مها جوهر، شكرا لكم، السلام عليكم.